الله الرحمن الرحيم. نحن الآن على محيط وادي الضيف وفي معركة البنيان المرصوصة. اليوم التالي على التوالي يقوم الجيش الحر بالمرابطة حول وادي الضيف والتصدي لأي هجوم من وادي الضيف والحمدي. ومعنا أحد عناصر الجيش الحر سوف يخبرنا عن آخر التطورات في وادي الضيف والحمدي. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في اليوم الثاني لعملية البنيان المرصوص. في الأمس تم تصدي لقوات الأسد الظالمة وتم تدمير 5 دبابات على حاجز الحامدية، ونحن اليوم في اليوم الثاني. الحمد لله رب العالمين دمرنا دبابتين في حاجز الحامدية وشيلكة و3 مدافع على مفرق حيش بالقرب من مفرق حيش، الله، ورجل صواريخ أيضا. أما اليوم تعرضنا لأكثر من غارة جوية من طائرات أسد، والحمد لله رب العالمين لم يصب أحد بأذى. نحن الآن الثوار المرابطين بالقرب من حاجز الزعلاني على بعد تقريبا 300 متر من حاجز الزعلاني. الحمد لله رب العالمين الهمة ممتازة، والشباب الحمد لله جاهزين للحظة الهجوم على حاجز الزعلاني. الحمد لله رب العالمين. اللهم أن تبرأنا من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حولك وقوتك يا الله. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما هي التطورات التي قام فيها اليوم الجيش السوري الحر بمعسكر الحامدي ووادي الضيف؟ الحمد لله رب العالمين كما أخبرتك سابقا تم تدمير دبابتين بحاجز الحامدية و3 مدافع بالقرب من مفرق حيش وراجم صواريخ. الحمد لله رب العالمين الأمور جيدة والمعنويات مرتفعة. الحمد لله رب العالمين. نعم، ما هي المعنويات بالنسبة للجيش الأسدي على حسب رأيكم بوادي الضيف والحامدي؟ معنوياتهم إن شاء الله تحت الصفر. معنويات الجيش الحر المحيطة بوادي الضيف والحمدي كما ترى يا أخي كريم. الحمد لله رب العالمين الشباب كلهم متفائلون بالنصر، وما النصر إلا من عند الله. الحمد لله رب العالمين أمورنا إن شاء الله جيدة. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. المطعم الميداني عندنا هون إن شاء الله كل يوم عم بيقدم لنا وجبة كداري حسب. البارح كانت الوجبة عبارة عن سندويش فلافل، اليوم الحمد لله رز كبسة مع شوية لحمة، وهي الشباب عم بيشربوا لبن عيران. ايه والحمد لله خبز يعني عم بيأمنوا لنا اياه بس يعني بصعوبة جدا، كونه بتعرف انت الوضع هون يعني يعني طحين ما في، فالله يعطيهم العافية ويجزيهم الخير. احيانا بيقطعوا مسافات بعيدة كثير ليجيبوا لنا الخبز او ليأمنوا لنا طحين لنخبزه. نعم. ايه وبالنسبة للطبخ الحمد لله المطعم الميداني موجود كما في المشفى الميداني. يعني طعام الجيش الحر بشكل يومي مؤمن من قبل المطعم الميداني. الحمد لله يا شباب. شلون الطعام تمام ان شاء الله؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كله باذن الله بيوصل حتى ل يعني اصعب المناطق. يعني نعم. شباب لسه في عندنا المجموعه الاولى المجموعه الثانيه المرابطين قدام كمان باذن الله عم نوصل لهم الاكل. نعم. كمان امبارح. هل الجيش الحر جميعهم يجلسون على الطعام ام يتم احد لحراسة الموجودين؟ لا هناك ناس مرابطين باذن الله، مرابطين في الامام. يعني تبقى مثلا مجموعه نحن بنقول مقسمين مثل كما مجموعات. نعم. في بعض المجموعات بتضل مرابطه مثل مثلا وقت الصلاه كمان نفس الحكي. نعم. وقت الاكل، وقت اللي لا سمح الله بصير جريحه او شيء بضل المجموعه حتى لو كان من نفس المجموعه اللي انجرح بتضل مرابطه وبتجي جماعه تسحب الجريح. او وقت الغداء كمان بضل ناس مرابطه وناس تتغدى وبيبدلوا بعضهم. هلا شكرا لكم احد عناصر الجيش السوري الحر. على معرة النعمان وهم ابطال الجيش الحر المحيطه بوادي الضيف يقومون بالتصدي للطيران الحربي. وهاي هي البالونات الحرارية التي تقوم بتلقيها الطائرات، وأبطالنا بالجيش السوري الحر يقومون بالتصدي للطيران الحربي. وهو الطيران الحربي يقوم بالغارات الجوية على معرة النعمان وأبطال الجيش. الله أكبر. هم أبطال. نحن
نصل إلى عناصر الجيش السوري الحر في مضادات الطيران. ها هي مضاداتنا الأرضية في الجيش السوري الحر. نكسات أبو أحمد. انتبه أبو أحمد. نكسة أبو أحمد انتبه. والآن نكمل جولتنا الميدانية حول معركة البنيان المرصوص، ومعنا أحد القادة الميدانيين في معركة البنيان المرصوص أبو جابر. ماذا تطلعنا عن آخر التطورات التي قام بها الجيش السوري الحر لليوم الثاني لمعركة البنيان المرصوص؟ اليوم بالصباح الباكر تم اشتباك بين الجيش الحر والجيش الأسدي، وحتى الآن تم تدمير لهم شركة في الحامدي ودبابة وسيار زيل محمل بالجنود مقابل المداجن في معرة النعمان. نعم، ويبدو أن هنا يوجد لدى الجيش السوري الحر سلاح ثقيل، وهو القائد الميداني سوف يقوم بالتعريف على هذا السلاح وما اختصاص هذا السلاح في معركة البنيان المرصوص. نريد منك أن تطلعنا عن هذا السلاح وما اختصاص هذا السلاح في معركة البنيان المرصوص من قبل الجيش السوري الحر. مدفع 57 مضاد للطيران، ثابتينه هون بعد الطيران على الموقع. نعم، وهل له فعالية كبيرة في إبعاد الطائرات عن الأجواء المعركي؟ نعم الحمد لله، يعني تم صد كافة الطيران التي تأتي على وادي الضيف. ومن أين أتيتم بهذا المدفع للجيش السوري الحر؟ أتينا في معاركنا في حلب في معامل الدفاع، استولينا على كتيبة معامل الدفاع. نعم، وهذه آخر التطورات في معركة البنيان المرصوص من قبل الجيش السوري الحر. ويبدو معنا أن هناك سلاح من نوع آخر لمضاد الطيران، وسوف يقوم الأخ أبو حمزة باطلاعنا على قوة هذا السلاح وماذا يستخدم هذا السلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ أبو حمزة، هل لديك أن تطلعنا على هذا السلاح وما مدى قوته ولماذا يستخدم هذا السلاح؟ هذا مدفع 23 ملم منطق مضاد طيران. نعم. عم يقوم باستهداف الطيران الأسدي من خلال هذا المدفع. نعم. هذا رشاش، وهو مجدي لإبعاد الطائرات عن أرض المعركة. هو مو كثير فعال، بس يعني نحن ما عندنا صواريخ، ما عندنا شيء، فلذلك عم نستخدمه للطيران. هو مضاد طيران قديم، للطيران القديم. نعم. ومن أين أتيتم بهذا السلاح؟ هذا السلاح اجى من حلب، تم استهداف كتيبة في حلب وغنمنا 3 رشاشات 23 منطقة. نعم.
شكرا لك أخي الكريم. نكمل جولتنا في معركة البنيان المرصوص، ويبدو لدينا سلاح آخر وسوف نتعرف على مدى هذا السلاح ولماذا يستخدم هذا السلاح من أحد مقاتلي الجيش السوري الحر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخ أبو أحمد، هل بإمكانك تخبرنا ما قوة هذا السلاح ولماذا يستعمل هذا السلاح من قبل الجيش السوري الحر؟ نعم، هذا 14 وصلة سلاح مضاد طيران، الأهداف المتحركة والثابتة، مدى على 2 كيلومتر وأقل لإصابة الطيارة، والحمد لله من فضل الله أسقطنا طائرتين مع النعمان فيه. بس بنتضايق من قلة الذخيرة وقلة التسخير. نعم. ولا يوجد سلاح نستعمله، نحن عم نستعمله يعني لأنه ما في صواريخ، ما في مضاد طيران، والطيران عم برمي براميل، بدنا يعني كان صواريخ أفضل منه، بس بقى يعني هذا منيح موجود. الله يعطيك العافية والله ينصركم. الله يسلمك ويعطيك العافية. هنا سلاح آخر سوف يقوم أحد عناصر الجيش الحر باطلاعنا على مدى هذا السلاح وقوته ولماذا يستخدم هذا السلاح. السلام عليكم. السلام. ما مدى قوة هذا السلاح ولماذا يستخدم هذا السلاح؟ قوة هذا السلاح 3 كيلو، يضرب على الطائرة على مسافة إصابة دقيقة على الكيلو 200 متر. نوعه 12.7 يسمى الدوشكا، مضاد طيران. من أين أتيتم بهذا السلاح؟ هل هو دعم من الخارج أم أتيتم به بالاستيلاء من أسلحة النظام في معارك سابقة؟ الحمد لله رب العالمين تم الاستلام عليه من معارك، في معركة دخلنا فيها في حيش وتم الاستلام على دبابة. نعم. إذا ما بدكم إيانا نضرب شو بدنا ننزل؟ من بين المضادات الأرضية للجيش السوري الحر كان معكم أبو آلاء المعري لقناة السوري الحر.